ولسه مكملين في تحليات الصيف الباردة الاقتصادية، بس المرة دي هنعمل تحلية يعاقب عليها القانون. ليه؟ لأنك هتدوقي طعم السنيكرز الحقيقي في كوباية من غير فرن ولا مجهود. في أقل من 10 دقايق هنعمل طبقات أخف من السحاب، بسكوت وكريمة ناعمة وفوقيهم طبقة كراميل بالسوداني. هي مفاجأة النهاردة، هتدوبي فيها من أول معلقة. تحلية سهلة سريعة اقتصادية، بتدوب في البق دوبان. لايك وشير الفيديو، ويلا بينا نبدأ في المقادير والطريقة على طول. هنحضر مع بعض أول طبقة. عندي هنا بسكوت سادة، استعملت هنا 3 أكياس من البسكوت. استعملوا بس نوع بسكوت يكون طعمه حلو وغني كده بالزبدة، لأن هو اللي بيدي التحلية الطعم كده الغني اللي تحسوها فعلا بطعم السنيكرز. المهم أخدت البسكوت طحنته في الكبة، أنا محتاجاه ناعم خالص بالشكل ده كده. وهضيف على البسكوت معلقة كبيرة من الكاكاو لأن أنا عايزاه بطعم الشوكولاتة. فما طبعا ما كانش متوفر عندي بسكوت بالشوكولاتة، حطيت معلقة كبيرة من الكاكاو و3 معالق من الزبدة وكمان 3 معالق من اللبن. محتاجة البسكوت بتاعي يكون كده قوامه عامل زي قوام البسكوت بتاع التشيز كيك. قلب حلو جدا الزبدة واللبن والبسكوت والكاكاو، ويبقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيبقى عامل زي الرمل المبلول كده بالظبط. هجيب بقى الأكواب أو الكاسات اللي هشتغل فيها. هاتي بقى كوبايات، كاسات، أي حاجة هتشتغل معانا وتبقى زي الفل. حطيت معلقة كبيرة كده في الكاس من تحت أو في الكوباية من تحت، وهبتدي إن أنا أضغط طبقة البسكوت دي حلو جدا. أنا ليه باضغطها؟ مش عايزاها تكون هايشة كده لأن أنا هركب طبقات فوق بعضها، فعايزة الكوباية بتاعتي ما يكونش فيها فراغات. بإيد هون، بالمعلقة، بأي حاجة، المهم أنا عايزة طبقة البسكوت دي تبقى متماسكة كده من تحت ومضغوطة بالشكل ده. هندخل البسكوت ده التلاجة، ويلا بينا نحضر طبقة الكراميل لأن أنا محتاجاها تكون باردة تماما وأنا بركب الحلة على بعضه. في طاسة تكون واسعة شوية هنزل بكوباية من السكر، وتكون درجة الحرارة تحت الطاسة متوسطة، ما تستعجلوش وتعلوا النار ولا تهدوا النار. تكون درجة الحرارة متوسطة. أول ما يبدأ السكر اللي تحت يسيح بمعلقة تبدأي تقلبي، وتقلبي بحرص وبالراحة. أول ما تلاقي السكر داب تبدأي تحركي وتجيبي السكر اللي مدبش تحت، وهكذا لحد ما السكر كله يسيح وياخد اللون الكراميل كده الكهرمان، اللون الجميل ده. هكون محضرة كوباية مية مغلية وهنزل كده على الكراميل بعد ما ياخد اللون المطلوب واحدة واحدة. وخلي بالك من ايدك لان البخار اللي بيطلع هنا بيبقى شديد ومؤذي شوية، فواحدة واحدة انزلي كده بالمية. اول ما تنزل المية هتحسوا كده ان في شوية كراميل كده مكلكع. مع التقليب المستمر والحرارة هتلاقوا كل ده داب. بعد ما اتأكدت ان الكراميل داب تماما هكون محضرة كوباية من اللبن او الحليب عليها معلقة كبيرة من النشا، وهي دي مادة الربط بتاعتي للكراميل. مش محتاجة ابدا بقى كريمة لباني ولا الكلام ده، ده حل اقتصادي كده هنعمله كده بالنشا وباللبن. هنزل بالنشا واللبن زي ما انتوا شايفين، وهقلب بقى كل الكلام ده وايدك فيه لان ممكن يتلسع منك في ثانية. بعد ما الكراميل غلى معايا كويس جدا واتأكدت ان النشا استوى، هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة علشان اظبط طعم الكراميل كده واظهره ويبقى طعمه زي السنيكرز بتاع بره بالظبط. هنزل برشة ملح بسيطة جدا، يعني رشة لا تذكر كده من الملح. تقليبة حلوة جدا، وبكده يكون عندي صوص الكراميل جاهز. هرفع بقى الطاسة دي عمان على النار، وهنزل بكوباية سوداني مجروش خشن. مش محتاجاه مجروش ناعم، انا عايزاه مجروش خشن عشان يبان كده واحنا بناكله. نزلت بالسوداني على الكراميل واديته تقليبة حلوة جدا. وركزوا لي بقى في قوام الكراميل كده بالسوداني. طبعا الكراميل بالسوداني ده توظفوه في اي تحلية، توظفوه في اي حاجة، هيبقى بصراحة هو بطل التحلية أو بطل الصنف اللي هتعملوه. أخدت الكراميل بالسوداني حطيته في بولة عشان عايزاه يبرد أسرع، وهسيبه كده على جنب على ما أحضر طبقة الكريمة يكون برد. عشان أحضر الكريمة هيكون عندي كوباية إلا ربع من المية الساقعة المتلجة، وعندي كمان معلقتين ونص من السكر، وعندي كمان نص كوباية من الكريمة، كريمة شانتيه خام بدون سكر. عشان عايزة الكريمة بتاعتي يكون فيها تاتش شوكولاتة هنزل بنص معلقة كبيرة من الكاكاو. هضرب الكريمة حلوة جدا جدا،
وطبعا هتلاحظوا ان نسبة المية هنا عالية شوية، لان ده حلب في كاسات كده، عايزة الكريمة تكون طرية وناعمة شوية عشان تبقى سهلة كده وانا بحطها في الكوبايات، وكمان الطعم بيبقى اخف بكتير. تمام، الكريمة اتضربت معايا وبقت زي الفل. هنسيبها على جنب كده، عندنا كل حاجة جاهزة، مش ناقص غير تركيب الطبقات على بعض. هنا طبقة الكراميل بالسوداني برد تماما بقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. على البسكوت هحط معلقة صغيرة من الكراميل. عايزة الحلة بتاعي، عايزة التحلية بتاعتي تبقى بنفس ترتيب الطبقات بتاعة السنيكرز. البسكوت فوقيه كراميل بالسوداني، هوزع الكراميل بالسوداني كده بالشكل ده، اوزعه على الكوباية بالكامل. ما نحطش كتير، يعني هي معلقة صغيرة كافية جدا. وعندي هنا الكريمة حطيتها في كيس تزيين عشان احط الكريمة بشكل كده ايه، نضيف شوية في الكوباية، ما نبوظش الكوباية كده ونبهدلها. طبقة خفيفة خالص من الكريمة برضو، لاننا احنا هنركب طبقات فوق بعضها، فما تبالغوش في اي طبقة، يعني في سمك اي طبقة. بعد ما حطيت الكريمة هحط بقى طبقة تانية من البسكوت، معلقة برضو كبيرة من البسكوت بالشكل ده. وهبتدي ان انا اهبطها شوية كده، مش هضغط عليها جامد طبعا لان في طبقة كريمة تحتها، انا بس بساوي طبقة البسكوت. وده شكل الطبقات كده. في الاخر خالص طبقة من الكريمة بالشكل ده. بصوا بقى الطبقات وجمالها، طبقة البسكوت كراميل، كريمة، بسكوت، كريمة، يعني حاجة كده خيال. في الاخر خالص بس بصب الكراميل والسوداني. بصوا لي بقى على القوام بتاعه، قوام صوص الكراميل ده خطير خطير، ولا طعمه ولا تاتش الملح اللي احنا حطيناه في الاخر، هتدعولي عليه. هنوزع بقى طبقة الكراميل كده بالسوداني حلو قوي. اظبطها كده، لو عايزين تزودوا زودوا، بس الطبقة دي كانت حلوة جدا وكافية جدا. الكوباية الواحدة مشبعة جدا، يعني هتاخدي الكوباية هتحسي كده انك ايه الجمال ده. دخلوها التلاجة ساعتين تلاتة لحد ما الطبقات دي تمسك كده حلو، والكريمة كده تبدأ ان هي تمسك في البسكوت وكله يمسك في بعضه. ما تعملوش زي عشان اخلص بس التصوير، فابتديت ان انا اوريكم القوام بالمعلقة. قدمت لكم تحلية سهلة سريعة اقتصادية. لو حابينها اقتصادية اكتر ممكن تشيلوا السوداني او تقللوا الكمية، يعني تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه. التحلية دي هتطلع برضو زي العسل وهتطلع في منتهى الجمال. تحلية خطيرة بتدوب في البق دوبان، بتنزلي بالمعلقة بتطلعي بطبقات بسكوت وكريمة وكراميل، يعني طبقات فوق بعضها كده، ولا الطعم خيال يا جماعة، خيال علمي بجد. اتمنى يكون وصفة النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم وصفة النهاردة لايك وشير وسبسكرايب للقناة. لو أول مرة بتشوفوني أشوفكم على خير ومع السلامة.